ابني عنده آلام في الرقبة والكتف وشد. هل ده بيكون ليه تأثير على العين وضغط على الجبهة؟ آلام الرقبة بالنسبة لنا والأكتاف مهما كانت المشكلة اللي موجودة فيها كلها بيتفقوا في general sign symptoms. المنطقة بتاعت الأبر ليمب كلها ممكن تتأثر بالنسبة لنا بمشاكل الرقبة. لو الإنسان عنده شد عضلي في الرقبة ممكن يأثر بالنسبة لنا بالحاجات الطبيعية زي الوجع والتنميل والحرقان اللي بيمتد بعد كده للكتف واللي ممكن يسمع معانا لحد الإيد. هل ممكن يبقى فيه زيادة في الضغط بالنسبة لنا على الجبهة وعلى العين لو كان الشخص ده نيرف زيادة عن اللزوم والشد العضلي عنده شديد وزيادة عن اللزوم برضو ممكن يأثر على المنطقة كلها. وعشان كده الحل الأمثل بالنسبة لنا إن إحنا نتأكد إيه سبب الشد العضلي اللي حصل ده. إحنا ما بنتكلمش ونقول إن ابن حضرتك عنده شد عضلي وهنسكت على الشد العضلي، ده ما ينفعش. لما بنقول ان احنا عندنا شد عضلي في الرقبة والاكتاف لازم نعرف ايه هو سبب الشد العضلي اللي موجود. هل الشد العضلي ده مصاحب ليه مشاكل في العمود الفقري للرقبة؟ عندنا مثلا استقامة في الفقرات العنقية او غضاريف في الفقرات العنقية سمعت معايا بعد كده على الكتف وصلت لحد الايد سببت لي المشاكل دي كلها، خاصة مثلا لو كان الشخص ده مدخن او الشخص ده بيتعصب زيادة عن اللزوم او الشخص ده طبيعة شغله تقيلة وبينام بوضعيات غلط وبينام كمان فترات نوم قليلة. كل الكلام ده بيأثر معايا وممكن يسبب ان المنطقة بشكل كامل تتأثر. فاحنا لما نيجي نتكلم عن الشد العضلي او الماسل سبازم بشكل كده اقول ان انا عندي شد عضلي واسكت، لا. هل الشد العضلي ده مصاحب ليه مشاكل في العمود الفقري ولا احنا لسه في البداية؟ طيب هنعرف منين؟ اللي احنا لازم في الاول نكشف عند دكتور المخ والاعصاب. بعد ما نكشف نعمل اشعة على الرقبة نشوف ايه المشاكل اللي موجودة في الرقبة وعلى اساسها كل الاسئلة اللي حضرتك بتقوليها بعد كده هيكون العلاج بتاعها سهل وبسيط اول ما نعرف بالنسبة لنا السبب.